صحيحه اذا احسنت كده. واحنا بنتكلم على الدستور اللي لازم كده نحط قوسين، نحط قوسين ونقول فيما عدا النص الصادر في الدستور 2012 الذي كان يذكر المحاماه بانها ركن من اركان العداله، لم يكن للمحاماه نصيب في اي دستور ثاني خالص. يعني ما كانش عندنا استحقاقات دستوريه حد نزل عنها او تراجع عليها او فاصل فيها. لأول مرة في تاريخ المحاماة يكون لنا نصيب بنصوص واضحة ناطقة قطعية الدلالة، وصل إلى حد أن هناك من يتهمنا بأننا قد حرصنا على أن نضع مشكلات فئوية في الدستور، وإنه غير مسبوق إن النقابة مهنية تتكلم عن مشكلات أعضائها بالشكل التفصيلي الذي تم في دستور 2013. ده اللي احنا اتكلمنا فيه. وإن المحامين لم يكن لهم تاريخ دستوري في نصوص دستورية تخلينا نتمسك ونضعها تاني أو نثبتها قبل كده. المحاماة بنظامها القانون، الضمانات والحصانات ونظامها القانون، كلام ظاهره الصحة لكن باطنه العذاب. ولما احنا اتكلمنا عن استحقاقات المحاماة في الدستور لم ندخل الدستور من بوابة الاستحقاقات المهنية ولا المطالب الفئوية، وإنما من بوابة كفالة حق الدفاع. بمعنى انه عندما كان هناك لزوم للحديث عن كفالة حق الدفاع كان لمحمد دول. اولا سيادة النقابة على جدولها، وده نص وضعناه لكل النقابات المهنية. يعني كل النصوص كل النقابات المهنية هتتمتع بهذه السيادة في ضبط جدول القيد فيها وفي مساءلة أعضاء. العنصر الثاني اللي احنا أضفناه لكل النقابات المهنية معانا إنه لا يجوز أن يعرض قانون يمس أي مهنة إلا إذا عرض على النقابة المختصة. بمعنى إنه لا يجوز أن يعرض على مجلس الأمة أو البرلمان أي قانون يمس المحاماة إلا تتعرض على القانون المحامي. ده كان مطلب بالنسبة لنا، وده اللي كان القضاة يتميزوا بيه في إنه قانون لازم يعرض على مجلس القضاء. احنا الآن فرضنا ده في إنه قانون لازم يعرض على مجلس القضاء. دول ثلاث استحقاقات احنا أصحاب كمحامين أصحاب الفضل في تعليمهم على كل الهيئات والنقابات المختلفة، علشان ما حدش يشعر ان المحامين يريدوا ان يتميزوا دون غيرهم في مثل هذه القضايا الهامه الجوهريه والتي لا يضير المحاماه ان تمتد مضادتها الى الاخرين. يعني لا يضير المحامين ان التامين الصحي يبقى للاطباء ويبقى للمهندسين ويبقى للزراعيين، فده هيبقى للمحامين. ولا يضير المحامين انه قانون الاطباء يعرض على خط الاطباء، ما دام قانون المحاماه يعرض على خط المحامين. اذا هذه القضايا اللي احنا ثبتناها دستوريا الحين بندور عليها تشريعيا حولت الى دستور. تعالوا نتكلم فيه بالاستحقاقات الدستوريه الصريحه والتي يتميز بها المحامي دون غيره. اولهم الماده 54 التي تتحدث عن وجوب حضور المحامي موكلا او منتدبا امام جميع التحقيقات الجنائيه. مفيش تحقيق هيبقى صحيح ما لم يحضر فيه المحامي منتدب او موكل. اثنين، ايضا عملنا كفلنا هذه
الحمايه للمحامين لحضور المحامي امام جميع الجنح. كان قديما الذي يوجب القانون الحبس فيه، النهارده عملناها التي يجوز الحبس فيه، بمعنى ان خلاص كل الجنح تقريبا بقى لابد من حضور المحامي فيها او منتدى الامور. ده يقتضي نحن ناكد على امر مهم. احنا مش عاملين النص ده علشان احنا بنسعى على مكسب مهني، وانما عشان نؤكد كفاءه حق الدفاع. يعني لما جينا نتكلم بالذات مع لجنه الخبراء وهي اغلبها مستشارين واساتذه الجامعه، قالوا طيب ما احنا حاطين حضور المحامي ووجوبي في التحقيق، يلمت في الجنح التي يجوز الحبس فيها، طب ما تخلي الجنح التي يوجب القانون الحبس فيها. قلت له يا اخي صاحب الصراحه، انت حطيت حضور المحامي في التحقيق وجوبي، واحتمال التحقيق اللي يتحبس 4 ايام او ما يتحبسش، ووجدت انه في اهميه من انك تحمي المحامي ضد المتهم اللي ممكن يتحبس 4 ايام. مفيش اهميه انك تحمي المتهم الذي يمكن ان يحبس حتى 3 سنوات. وأجيب وصدق. طبعا ده يقتضي ترتيب، يقتضي ترتيب ويقتضي تنظيم، علشان ما يبقاش في محامي زي ما محمود باين في نيابه امن الدوله عشان يحضر اتحاد سوريا. لا، هنتهي عقد سوريا خلاص. لا هنقبل حد يبعت سلم، ولا يجيبوا كاتب الجلسه، ولا يبقى مع وكيل نيابه ده ولا شرقي او غربي. احنا هننظم جداول معتمده من النقابه